كيف ننجح في العالم الشرير؟ من كتاب الله يسدد احتياجي للنجاح للكاتبة أماني ألبرت. بدأ الكاتب الفصل ده إن العالم كله وضع في الشرير، والأعمال اللي بيديرها الأشرار بتخضع لسيطرة الأرواح الشريرة وتنفذ خطط العدو علشان تنشر الفساد والظلم والخداع واضطهاد ومضايقة أولاد الله. وإحنا كأولاد الله ممكن نكون بنشتغل في أماكن بتسيطر عليها قوة شريرة من خداع وظلم وعدم أمانة، لكن ممكن نحيا تحت حماية مظلة الحضور الإلهي. لما بنشتغل باستقامة ونرفض الغش والالتواء، بكده نكون خرجنا من تحت سلطان قوانين العالم الموضوع في الشرير ودخلنا تحت سلطان قوانين الله. كان يوسف بيشتغل وسط أجواء وثنية، ورغم كده نقرأ كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده، وربنا بارك بيت فوتيفار بسبب يوسف. فنتيجة سلوك يوسف بأمانة وعمله بقوانين الله مش العالم، نشر الله البركة في كل مكان كان موجود فيه. وبيقول الكاتب إن حتى لو كنا بنعيش وبنشتغل في عالم وضع في الشرير، لكن مفيش حد يقدر يأذينا طالما إحنا تحت سلطان الله. وزي ما حصل مع دانيال لما نجح في شغله غار منه باقي الوزراء وكانوا بيطلبوا يلاقوا فيه أي غلطة، لكن الكتاب قال فلم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنب لأنه كان أميناً ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب، في دانيال 6:5. حتى إن الحاجة الوحيدة اللي لقيوها كانت من جهة شريعة إلهه وعبادته لله. ولما اترمى في جب الأسود كان إلهه متكفل بإنقاذه لأنه سلك باستقامة. النتيجة الطبيعية لسلوك دانيال تحت قوانين ملكوت الله كانت أجواء نجاح وتميز وتقدم. عشان كده إن سلكت بأمانة ومشيت تحت سلطان قوانين الله، مش هيقدر أي حد بيشتغل معاك إنه يمسك عليك غلطة، لكن ربنا هيديلك نجاح وتمييز لأنك بتسلك باستقامة وبقوانين الله مش بقوانين العالم. وبيشرح الكاتب إنه يمكن تقول ظروف الحياة صعبة والكل بيمشي بقوانين العالم عشان يكسب، لكن افتكر إن اللي بيمشي تحت سلطان الله وفي حضوره مش ممكن الرب يخليه محتاج أبداً. شعب الله مشوا في البرية 40 سنة، لكن الكتاب قال الرب إلهك قد باركك في كل عمل يديك، عارفاً مسيرك في هذا القفر العظيم. الآن 40 سنة للرب إلهك معك، لم ينقص عنك شيء. تثنية 2:7. خلي عندك الإيمان الواثق إن ربنا مش هيسيبك، وإنه هيباركك طالما بتسلك بأمانة واستقامة وسط عالم شرير، وسلوكك ده هو اللي هيميزك قدام الناس. وقال الكاتب إن الله مش عايزنا نعيش حياتنا الروحية منفصلة عن حياتنا الطبيعية، بمعنى إنه مش عايزنا نعبده في الكنيسة بس، لكن عايزنا ننقل نور حضوره ونور تعليمه للعالم من خلال حياتنا في العالم. ولو عملنا كده هنكون نور وملح للأرض، هنكون مؤثرين، وزي ما هو مكتوب وسيرى الناس أعمالنا الحسنة ويمجدوا أبانا الذي في السماوات. بيقول بولس لمؤمنين كنيسة كولوسي إن كنتم قد متم مع المسيح، فبعد إيماننا بالمسيح بنموت وندفن معاه بالمعمودية، بمعنى إن إنساننا العتيق بيموت عن الخطية وعن العالم، وبعدها نقدر نقوم مع يسوع كأحياء لله بالمسيح يسوع. فنهتم بما فوق مش بما للعالم، ويكون كل اللي بنعمله من كلام أو أفعال علشان يتمجد الله. في كولوسي 2:6 كما قبلتم المسيح يسوع اسلكوا فيه. زي ما قبلنا سيادته على حياتنا ومبادئه الروحية اللي بتعلمها لنا كلمته، محتاجين كمان نسلك فيها، مش بس نعرفها ونتفق معاها، لكن نطبقها على سلوكنا في العالم. والأمر ده هيكون صعب لو ما كانش لينا علاقة حية معاه، لأنك لما هتحب ربنا وتتلامس مع محبته هيبقى سهل عليك تعمل اللي يرضيه، مش هيكون مجرد مبادئ تقيلة وصعب تنفيذها. وبينصحك الكاتب إنك تخصص وقت للصلاة تقعد فيه كل يوم مع ربنا، وتكون ليك العلاقة الشخصية معاه علشان تقدر تواجه تحديات العالم اللي بيحطها قدامك إبليس كل يوم. وكمان تاخد وقت للراحة معاه وسط إزعاج العالم والتشويش، فترمي كل حملك عليه وتعرف تميز بين الصح والغلط وسط مفاهيم مغلوطة بيعتبرها العالم إنها أمور صح. وتاخد معونة من الرب علشان تقدر تعيش مختلف، ملح ونور للعالم. وفي الآخر بيقول الكاتب إن في سفينة حياتنا أوقات هنصارع مع الأمواج وهنحتاج مجهود علشان نعديها، وأوقات هنمر في بحر هادي سهل وظروفه مستقرة، وأوقات هنحارب عشان نمتلك
وأوقات هنمتلك من غير حرب، لكن المهم إن يكون الله معانا في السفينة وبيقودنا علشان نتمتع بوجوده وحضوره وقيادته في كل ظروف حياتنا. وخلينا واثقين إنه هيبارك وقتنا ومجهودنا وطاقتنا وإنجازنا، فنعيش ناجحين وسط عالم شرير. الكتاب مليان بالتفاصيل، بنشجعك تقراه وأكيد هتستفاد أكتر. ربنا معاك.